السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دار الكتاب والسينما. اخواني اخواتي، ملي كدوز احداث هكا بحال هادشي اللي كيطرا في غزة كيكون شعور في الوطن العربي بالهزيمة، حيت هاد الاحداث تكررات وتكررات وتكررات. شفنا انظمة عربية نزلات، استباحة ديال البلاد العربية واحتلال البلاد العربية وتغرير الأنظمة العربية بل وإعدام الحكام العرب. هادشي كيخلي واحد الشعور في الوطن العربي أن الإنسان العربي والحاكم العربي ما في يدوش ولا يتقن إلا الصياح والكلام، ولا كتحس أن العالم العربي مجرد ظاهرة صوتية. مرحبا بكم في تلخيص كتاب العرب الظاهرة الصوتية لعبد الله القاسمي، اللي كان عالم كبير وحبر الأمة، وكان يلقب بابن تيمية عصره لكنه ألحد. أهلا بكم في هذا الكتاب هذا العرب ظاهرة صوتية. ما يمكنش ندير ليه ملخص بلا ما نهضر على الكاتب. القضية مترابطة. غتقولوا لي ايوا نعم واي كتاب راه مرتبط بالكاتب. لا، ماشي دائما. كاين روايات وكاين كتب انت مع القصة ديالها ومن نادر ما كتلفت الكاتب ديالها. بزاف ديال القصص كتعجبك وكتهضر عليها انت منغمس في القصة، ما كتفكرش في الكاتب. هذا الكتاب هذا ما يمكنش ما تفكرش في الكاتب، غير كتشوف بعدا العنوان العرب ظاهرة صوتية وكتبدا تقرا شي شويه وكتشوف ان الكاتب تحدى الخطوط الحمراء، كترجع للسميه وكتقول خصني نعرف شكون هو هذا عبد الله القاسمي. تزاد في 1907 في القصيم، واحد المنطقه في نجد، في واحد القريه خارجه على واحد البلاصه سميتها بريده، وهاد البريده هي تقريبا القلب ديال منطقه القصيم ولا القصيم، من هذا سميتو عبد الله القاسمي. عبد الله القاسمي عاش طفوله قاصحه بزاف. كنهضروا على الجزيره العربيه، كنهضروا على القلب ديال نجد المملكه العربيه السعوديه، وكنهضروا على ظروف الصحراء والانسان السعودي قبل الطفره ديال البترول. زيد عليها زاد الفقر، عاش الفقر، وبواه طلق امو وهو صغير، في عمره صغير تنظن 4 سنوات. علاش طلق امو؟ لان بواه خرج من القصيم وكان غادي يمشي للشارقه دابا في الامارات العربيه المتحده، بغى يدي معاه امو مرتو عبد الله، لكن بوها ما بغاش، قال ليه نو ما غاديش دي بنتي حتى للشارقه، اما غتجلس هنا وغتمشي بوحدك. اضطر انه يطلقها ومشى لتما، مشى للشارقه وبدا حياه جديده. عاش الابن مع مو، تقريبا ما تعلمش، ما بداش يقرا ويكتب، يتعلم يقرا ويكتب حتى السن ديال 10 سنوات. غادي يمشي عند بواه للشارقه، غادي يكتشف بواه واحد الاب قاصح بزاف. الابتسامه عنده حرام، حيت كان انسان وهابي وسلفي، وديك الوهابيه العنيفه، والابتسامه كانت يعتبرها ما خصكش تبتسم، عيب تبتسم. فمن بعد غادي يمشي غادي يقرا، غادي يسافر بزاف ديال البلايص، يقرا في مصر، يقرا في الهند، يقرا في الازهر، ومن بعد غادي يكتب واحد الكتاب اللي اهم العلماء في شبه الجزيره العربيه غادي يقولوا عبد الله القاسمي هذا ابن تيميه عصره. لاحظوا كيفاش كيفكروا الوهابيه، ما كيشوفوش ان كاين شي واحد اعظم من ابن تيميه. المهم قالوا هذا ابن تيميه عصره. شنو هذا الكتاب؟ هو الصراع بين الاسلام والوثنيه، الفو في سنه 1937. تخيلوا معايا باش تعرفوا شكون هو هذا الكاتب. هذا الكتاب هذا 3 ديال الاجزاء كبار، 2500 صفحه. وقبل منه الف واحد الكتاب
انا غنقول لكم علاش. غنجي الكتاب اللي قبل من هذا سميتو البروق النجديه في اكتساح الظلمات الدجويه. هذا الكتاب هذا فيه رد عنيف على واحد العالم كان في الازهر سميتو الدجوي. باش كان القاسمي في الازهر كنتقد هذا العالم، انتقد الوهابيه وانتقد السلفيه، والقاسمي الف هذا الكتاب بكل عنف، كيرد عليه بشكل عنيف، كيرد على الدجوي. الدجوي شنو دار؟ جرح عليه، ومن بعد بسنين قليله غيألف هذا الكتاب هذا الصراع بين الاسلام والوثنيه، 2500 صفحه، كيضرب الملحدين والوثنيين بشكل عنيف. لكن الكتاب الحجه ديالو قويه بزاف واللغه ديالو قويه، خلى الناس يقول لك هذا حبر الامه، هذا اكبر عالم في الارض، لدرجه ان الملك عبد العزيز ديال السعوديه اعجب بالكتاب والكاتب وقال لهم هذا خصكم تهلاو فيه. امام الحرمين الف على القاسمي قصيده ونشدها في الجمعه وفي الحرمين وصافي، والقاسمي ولا شي حاجه كبيره. من بعد القاسمي ولا كيتامل وكيشوف، وذاك الايمان ديالو الحاد والعنيف، حيت هو كان وهابي وكان الشخصيه ديالو قويه وكان كاتب غاضب، كيكتب وطالع عليه الدم ويسبك، تلقاه تقرا عليه كيسبك، كيسب العلماء وكيسب الملحدين، يعني العلماء اللي ما كيفكروش بحال الوهابيه. من بعد التحول ديالو غيبدا بواحد الكتاب اللي هو رد فعل ديال الكتاب ديالنا اللي غنشوفوه ديال العرب ظاهره الصوتيه. شنو هو رد الفعل؟ الف واحد الكتاب سميتو هذه هي الاغلال. كتب هذه هي الاغلال، الناس ما تاكدوش كيفهموا منه ويلي ياك ما عبد الله القاسمي ولا ملحد، اشنو كاين؟ حيت ولا كيقول الدين، كيقول لك الدين راه اغلال سلاسل. من بعد قالوا هذا الحد هما يخرجوا سبوا العلماء، سبوا علماء الازهر، علماء السعوديه. واحد العالم كاع قال لهم هذا كان اباح الدم ديالو. السلطات في السعوديه كتقول لهم خصكم تحضروا منه وبعدوا منه. في 1977 هو يخرج لهم هذا الكتاب هذا 800 صفحه، موجود في الانترنت، موجود PDF، العرب ظاهره صوتيه. ما كايناش شي حاجه عندها علاقه بالعالم العربي ما لعنهاش عبد الله القاسمي في هذا الكتاب. لغه العرب، لباس العرب، ثقافه العرب، طقوس العرب، تقاليد العرب، دين العرب، كلشي اللي بغيتي. غنوصلوا شي حوايج ما نقدش نقولها. فكان تيكتب بطريقه غاضبه عنيفه. لكن الان عبد الله القاسمي ملحد، فتحول من الوهابيه المتطرفه العنيفه اللي ما كتقبلش الجدال والحوار واللي كتكفرك، الى الالحاد الحاد، ولا ملحد حاد، ملحد عنيف، ملحد غاضب. لكن نزل على العالم العربي، نزل على العرب وتيهضر على وكيناقش التخلف في العالم العربي والوطن العربي. الكتاب فيه 25 فصل، كل فصل فيه العصا على العرب، كل فصل. في الحقيقه باش تقرا هذا الكتاب هذا خاصك تقراه بحياديه، تكون محايد، ما تكرهوش، ماشي مشكل، ما تحبش الكاتب ما عنديش مشكل، ما تكرهوش ما تحبوش، كون حيادي وسطي، تعامل معاه كانك ما عندك حتى علاقه به ولا بالوطن ديالو ولا بهذا الوطن اللي كنسميوه البلاد العربيه. الا قديتي تكون محايد غادي قد تقرا الكتاب، حيت فيه شي حوايج صادمه، بلا ما نقولها انا باش ما نحرقوش، لكن بالفعل فيه شي حوايج صادمه. انا اكثر من هكا ماشي غير صادمه. هذا الكتاب هذا فيه شي حوايج ما تقدش تحملها لو ما تحليتيش بالروح الحياديه. عبد الله القاسمي كيقول شي حوايج معقوله بزاف، تيحاول يشرح اسباب تخلف العرب، وان الشيء الوحيد اللي كيملكوه دابا العرب هو الصوت. رغم تيقول لك ان الانسان في الكتاب، كيعجبني كلمه كائن لغوي، تيقول لك ان الانسان كائن لغوي، يعني الانسان
بتشعب الإنسان ولغات الإنسان، اللغات الأوروبية، اللغات الأوروبية، اللغات الآسيوية، اللغات الإفريقية، اللغات الأمريكية، اللغات الأسترالية. الإنسان كائن لغوي، لكن تيقول لك العربي كائن صوتي، بمعنى الإنسان كائن لغوي طور لغة، كيتكلم لغة على حسب الموقع الجغرافي ديالو. لكن العربي بقى في الظاهرة الصوتية، كيدير غير الصوت وكيهضر وكيتكلم، ما كينتجش، ما ساهمش في الحضارة، ما كاين في تاريخه إلا الهزيمة، بحال الهزيمة اللي كنشوفوها دابا. عبد الله القاسمي في 1946 تنبأ بكل هزائم العرب. في 1946 يعني قبل هزيمة فلسطين وقبل النكبة. النكبة هي 48 والنكسة هي 46. النكبة هزيمة الجيوش العربية في فلسطين، حاولوا يدافعوا على فلسطين باش ما دارش حاجة سميتها دولة إسرائيل، انهزموا. النكسة 1967 عبد الناصر وسوريا والأردن، هزيمة عربية نكراء أمام إسرائيل. قبل 48 و56 و67 و73 يعني هزائم العرب كلها، وانهيار النظام في العراقي صدام حسين، القذافي، هادشي كله تنبأ به القاسمي، وتنبأ حتى بانتصار اليهود في فلسطين. كيفاش تنبأ بانتصار اليهود في فلسطين؟ 46 يعني بعامين قبل تأسيس الدولة. لاحظ وراقب ورصد كيفاش ان اليهود شاركوا في الحرب العالمية الأولى، وشاركوا في الحرب العالمية الثانية، وتدربوا على الحروب، وكانوا داروا فيلق خاص شاركوا به في الحروب، وعصابات متدربة. قال لك هادو ناس جادين، هادو كيقارنوا بالواقع العربي. هادشي في 46 العرب ناعسين واليهود خدامين وناشطين، اذن هما اللي غادي ينتصروا. و 46 قال لك ما جاي العالم العربي الا الهزيمه، وبالفعل انهزم العالم العربي في 78 و 56 و 67 و 73، وزيد عليها العصر ديالنا حنا مع سقوط نظام صدام حسين وسوريا واليمن وما يسمى بالربيع العربي. وحنا كنشوفوا الحاله اليوم، وكيحاول يرصد شي حوايج، كيمشي للتعليم، كيمشي للحضاره، للبحث العلمي، وتيقول كيفاش ان العالم كله كيبحث وكيقلب، الا العرب تيقول لك تيقلبوا على شي اختراع ويحاولوا يطابقوه مع شي حديث ولا شي آية كريمة في القرآن الكريم. تقول عندها هي آية كتقولها، ولا كاين حديث كيقولها، لكن ما كيصرفوش في البحث العلمي، ما كيحاولوش يطوروا. وتيهضر على الفنون والعلوم، كيفاش ان العالم الآخر كيبغي الفنون والثقافة وكيحترم المرأة، إلا الوطن العربي ما كيبغيش الفنون وما كيحترمش المرأة وما كيقلبش لقدام. وتيقول لك الاوطان كلها والعالم كله كيولد الابناء ديالو وينجب الاحفاد ديالو، يعني ينجب المستقبل. الا العرب يلدون اباءهم واجدادهم، يعني دائما كتفكر له. وتيقول كيفاش ان انت متاخر ومتخلف، ودائما العرب كيهضروا على الامجاد ديال الماضي، كان فلان ودرنا وحنا اللي اخترعناه ودرنا في الاندلس وجابر بن حيان وكذا، وكيشدوا الماضي ويسقطونه على الحاضر كأنه استمرار لنفس اللحظة، في حين أن الحاضر ما عنده حتى علاقة بالماضي. واقع الحاضر أن العالم العربي متخلف، منبطح، منكسر، منهزم. أشنو بقى عنده؟ بقى عنده غير الصوت. لذلك هو كيقول أن العرب ظاهرة صوتية. فمن 77 تاريخ تأليف الكتاب إلى 2023 التاريخ ديال دابا، واش تبدلات شي حاجة؟ واش تغيرات شي حاجة؟ واش العرب كتلة في العالم قوية، صوت ديالها مسموع، مؤثرة، تساهم في الحضارة، ولا غير لازالوا ظاهرة صوتية
لا يتقنون ولا يحسنون إلا الاستهلاك واستهلاك ما صنعه الغرب. الجواب كنظن واضح. فهو في الحقيقة كانت عنده رؤية استشرافية مستقبلية، شاف المستقبل. وكما كيقولوا عليه أن القصيمي يتقن 3 ديال الحوايج. يتقن التحديق يعني كيشوف في الأحداث والأشخاص. القصيمي يتقن التحديق في الأشياء والأحداث والأشخاص، كيحدق وكيشوف وما كيحيدش عينيه وكيحلل. الكتاب متعب حيت القصيمي كاتب متعب. حتى لو حاولتي تقرا الكتاب ديالو الصراع بين الإسلام والوثنية، نعم لغة قوية وعنده الحجج وعنده البراهين وكيكتب مزيان وكيشد الفكرة ويعاودها هنا هكذا. هادشي علاش القصيمي كاتب متعب، كيشد نفس الفكرة ويعاودها، يعني يقلبها هي وحده، يقلبها ويعاودها. كاين بعض النقاد وانا منهم تيقولوا القصيمي هذا الكتاب هذا اللي كتبتيه في 800 صفحه كان ممكن تكتبوه غير في 200 صفحه، وهذا صحيح. لان الاسلوب القصيمي هاكو كيشد الافكار ويبدلها ويكتبها بطريقه اخرى، بحال شي واحد كيشد لك نفس المانكا ويلبسوا الجلابه، يلبسوا الرومي، يلبسوا الاوروبي، يلبسوا الاسيوي، هو نفس الماركه، نفس هادشي اللي كيدير في الحقيقه القصيمي. وحتى في الكتوبه ديالو الاخرين بحال الكتاب الواعر، الكتاب العظيم ديالو الصراع بين الاسلام والوثنيه، كيشد افكار وكيعاود يصيغها ويكتبها بطريقه اخرى، واللغه ديالو قويه وخصك بالفعل تصبر عليه، لانه هذا ماشي كاتب عادي، هذا واحد من اكبر الكتاب في الوطن العربي. هذا عالم جليل لكنه ولا ملحد. والناس اللي كيقول لك لا القصيمي راه باش مات في 1996 مات في مصر، قال لك لا راه رجع الاسلام وتاب، غير صحيح. القصيمي مات ملحد، مات ما كيامنش بالله، وهذاك حقه، وانا ما كنحاكموش وما كنتهم حتى شي حاجه، غير باش هكا نفصل في هذا الجدال هذا. كاين ناس كتبوا وقريت ان لا مات على الايمان وشهد، غير صحيح. القصيمي مات وهو مصر على الحاده، والتحول ديالو من الايمان الى الالحاد، وخصوصا هو كان عالم كبير. الا بغيتي اي سميه في راسك القصيمي من ذاك المستوى، عالم كبير. القصيمي وقيلا اكثر كاع من يوسف القرضاوي، وانا كنعترف القرضاوي، كتعرفوا المواقف ديالي منه، لكن كان عالم عنده العلم. عبد الله القصيمي العلم ديالو كان اقوى من يوسف القرضاوي. غير باش نعطي صوره ونعطي مقارنه باش تعرفوا على ما كنهضروا، راه كنهضروا على الوزن الثقيل، كنهضروا على شي حاجه، شي واحد لو ما لحدش وصرح بالالحاد ديالو وكتب كتب في الالحاد لكان يدرس في جميع المناهج الدينيه في العالم العربي والعالم الاسلامي كله. يترجموا الكتب ديالو لباكستان واندونيسيا وماليزيا، ونقراوهم في المقررات في المغرب والجزائر وتونس وجميع البلدان، حيت هذا عالم كبير لكنه الحد. وكتب هذا الكتاب الخطير. الكتاب مرسلته كأنني بالكاتب غير في سنة 2023، ولا كأن باش قريته يلاه تألف هذه شهرين، صدراته دار النشر وخرج للسوق. ما كتشعرش انه كتب ان هذا الكتاب تكتب في 1977 ابدا، لان اسباب الكتابه ديالو وكل ما ينتقد في هذا الكتاب لا زال قائما امام اعيننا. كل شيء مازال قدامك، تخلف مازال قدامك، المناهج الدراسيه البئيسه مازال قدامك، المجتمعات والتصرف اللي كتصرف في المجتمعات مازال قدامك، النظره الى الحياه والعلم والحكومات وكيفاش كتعامل مع ما يسمى بالبحث العلمي
بواحد البخل شديد وتجاهل كبير لا زال قائما. الامارات كلها اللي كيطرحها القاسمي في الكتاب ديالو العرب ظاهره صوتيه مازال كاينه، حتى شي حاجه ما تبدلات، رغم ان شي حوايج يا ريت ملي قريتها لو كان كيربطها بالمجتمع السعودي، ولا على الاقل المجتمع النجدي القصيمي، حيث كانت تما بالفعل التطرف والوهابيه في في ابشع صورها. يعني زوبريده اللي هادو القلب ديال القصيم اللي هو القلب ديال نجد اللي تما نشأت وطرعرعات الوهابيه قبل ما دار شي حاجه سميتها الرياض، حيت كان نجد وكان نجد وكانت تما الدرعيه، تما تاسس كل شيء، تما كانت البدايه. اما الرياض هي العاصمه ديال الدوله السعوديه الحديثه. حنا كنهضروا شي شويه على الماضي وباش كانت الوهابيه هي المسيطر المقرر، ديك السحابه المظلمه السوداء اللي تجتم على الرقاب ديال المواطن السعودي. فكاين شي حوايج في الكتاب يا ريت لو كان الكاتب خلاها وربطها بالسعوديه، حيت كاين شي حوايج عممها على الوطن العربي، غنخليكم تكتشفوها شنو هي، لكن هي في الحقيقه واقع نجدي، واقع ديال نجد ديال المملكه ولا ديك المنطقه، حيث كاينه شي حاجه سميتها عربي الصحراء، داك الواقع والبيئه ديال صحراء الجزيره العربيه. فكاين شي حوايج تكلم عليها وانتقدها وهاجمها باسلوبه الغاضب العنيف الحاد وربطها بالعالم العربي، لكن هي في الحقيقه واقع ديال الجزيره العربيه، واقع نجدي، واقع ديال نجد. فكان يا ريت لو كان ربطها تما ما يحولهاش للعالم العربي، حيت كاين دول مثلا باش كان النظام الملكي كان انفتاح، كان الناس كيعيشوا الحياه في افغانستان، في العراق، في مصر الزمن الملكي. من بعد جات الانقلابات وغيرت الامور واصبحت عندها علاقه بحياه اخرى، رغم انني عطيت افغانستان ماشي دوله عربيه، لكن غير الزمن الملكي ونظام ودوله اسلاميه. وشتيو من بعد مع طالبان كيفاش ولا الوهابيه. هادشي علاش انا عطيت المثال ديال افغانستان، ان طالبان اسسوا نظام وهابي، نظام وهابي. فاخيرا اخواني اخواتي كنصح بقراءه هذا الكتاب، لكن كنوصي الكتاب فيه شي حوايج ما غاديش تحملها، شي حوايج صعيبه، شي حوايج غترفضها، غتكرهوا فيها، خصوصا ماشي عندها علاقه بالعرب، نو، عندها علاقه بدين العرب. داكشي كيسميه هو دين العرب. كيرفع السقف ديال الهجوم لشي حوايج كثار من الدين اللي صعيبه وصعيب تحملها. فلهذا انا كنقول انك خص الواحد يكون يتعامل مع هذا الكتاب بحياديه، كون محايد وقرا وكمل الكتاب. كاين شي حوايج غتضحكك، شي حوايج كتقتل بالضحك في الكتاب، غتشعر بالعنف، غتشعر ان بالفعل القاسمي كاتب غاضب، يعني شد ستيلو ديالو وبدا يكتب في هذا الكتاب هو في حاله غضب منذ الصف، من الغلاف الى الغلاف هو غاضب. السيد ماشي قال ودي خليني حتى نرتاح، الناس سبوني وسبوا العرض ديالي وكفروني، خصوصا كنهضروا الكتاب الجمهوره، هذه هي الاغلال، حيت سبوه مور ما كتب هذه هي الاغلال ونزلوا عليه وبطشوا به ونزلوا للضص ومسحوا به الارض. فهو بغضب شديد كتب هذا الكتاب من الغلاف الى الغلاف، كتحس بان كل سطر كل جمله مشحونه بالغضب والعنف ديال عبد الله القاسمي. وكنظن كان يرتاح وياخذ مسافه من دوك الناس اللي سبوه، مسافه فعليه ومسافه زمنيه حتى يبرد، عاد يكتب هذا الكتاب. وكان يكتبه بأريحية بدون ذاك العنف، لكن هو باش كان مؤمن، باش كان عالم وحبر الأمة، كان عنيف وكان كاتب غاضب وكان عنيف مع الخصوم ديالو، حتى انه ولا ملحد ولا كيسب هذوك الناس اللي كان هو كيحتج عليهم، حيت كانوا
كانوا ملحدين. اذا هنا انا كنسائل القاسمي، هو من طبيعه الحال مات علاش داك العنف. القاسمي كنتسائل علاش كان كيعنف الملحدين وكان كيكتب عليهم، كينتقدهم بقلم غاضب واسلوب حاد، كان كيوصل الى السب والشتم. نعم، كان يسب ويشتم الملحدين اللي دابا ولا هو منهم، وكيشتم المؤمنين اللي كان هو منهم. اذا هنا في الحقيقه فين غلط الملحد القاسمي منين كان المؤمن القاسمي. كان كيسب الناس اللي ولا منهم بالحاد، ومن بعد ولا كيسب الناس اللي كان منهم الناس المؤمنين وبنفس العنف. هذا في الحقيقه كنظن انه كان خطا قاتل ديال القاسمي. سبيتي ناس من بعد وليتي منهم، اذا انت تستاهل السب والشتم ديال هادوك اللي كنتي منهم. هنا الغلط ديالو. باش هكا هادشي علاش هذا اكبر دليل على ان الحياد والوسطيه ما كاين ما احسن منهم. انك دائما في حاله الفرح والغضب دائما خليك حيادي، خصوصا ملي كتكتب. ما تشتمش، ما تلعنش، ما تهاجمش، قول اللي عندك بدون اللجوء الى العنف والسب والشتم والهجوم، اللي هي في الحقيقه عندها علاقه بالبيئه اللي ترعرع عليها، اللي ترعرع فيها عبد الله القاسمي. لا ننسوا ان الانسان ابن بيئته، فهو كبر في بيئه ديال العنف الديني والبيئه ديال التشدد الايماني. القاسم والبريده ونجد والوهابيه اللي ما كتعلمك حتى شي حاجه من غير التطرف والعنف والظلام. فهو باش كان عالم وعالم جليل ومؤمن، كان فيه العنف والتطرف وداك الطبع الحاد. حتى ملي ولا ملحد ماشي ولا انسان لين وكيهضر بلغه العقل، لا، كيكتب بالعنف والهجوم والذي يطبعه الالحاد لكن الحاد. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه. قراو الكتاب غتستافدوا منه، لكن عافاكم بحياديه وما تقلقوش من القاسمي وما تديوش عليه، فهو ابن بيئته. تبارك الله عليكم. الى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم.